بعد ذلك حكيم زياش يلعب الكره للزلزو وحطها في حتى سليمة من يرجع تبقى تنصالية وسيد في المراقبة سيد في المتابعة سيد صورة يخرج كرة بشكل ممتاز يلعب الزلزولي الله يا الزلزولي الله على المغرب لاعب حكيم هنا هو أشرف حكيمي مع زياش تغيير كلي على الجهة اليسرى استلام بشكل رائع من الزلزولي مساندة هنا إن شاء الله الأفراح ستتكرر في سان بيدرو ستلعب الدرب زياش سيرفع كرة سيسدد زياش يا زياش سيرفع الكرة يلا الثاني يوسف منصوري كان قريب يمشي والزلزولي يرفع راسه لاعب الزلزولي يمشيها ليا سليمة مناح تحت الضغط سليم مرة سليم انطلق سليم لمن يمناح يمشي كرة في المساحة يلعبها ممتازة زياش وحده يرى بأن الهجومية التنزانية غايبة يدخل اللاعب بصوبة اللي يعرفه الجمهور المغربي وتحديدا الذي ممكن أطبع فيه الزلزولي كان ممكن يمرر كان ممكن يعطي كرة للسيريا وللاعب مناحي شوف مناحي تموضع مناحي عينك على مناحي يمشيها لي مناحي من جديد في وضعية صعب وفي مساحة ضيقة جدا مناحي شوف مهارات مناحي وذكاء مناحي يتحط حكيم يلعب زياش حاول التسديد لكن اقرب الي مواليتو رجعت الى سفيان مرابط الثواني الاخيره على نهايه الشوط الاول ممكن هذه في الشبكه يا زياش تقطيع كره في الجهه اليمنى السلام على طول لفائده المنتخب المغربي ممتاز حكيم زياش يعطي باص ممتازه ولكن مرت امام سليمه من المباراه واحد من امتع واجمل الاهداف في هذه البطوله توصل الكره لبوفال ينطلق سفيان شنو يعمل سفيان يراوغ مره من الاول مره من الثاني الكعبي يحاول فيها رساله مغربيه فراسيه ممكن ولكن ثاني شوف فرق المهارات شوف العرضيه عندها بشكل ممتاز الى لا ستلعب الكره هذه ممكن شوف الكره لكن نايف هكذا يعطي تمريره حكيمي يصعد ولاحي في الانسداد ولاحي الدور ولاحي حتى تسجل الكره ولاحي واحد اثنين من اروع ما يكون هكذا لعبت هكذا مررت هكذا الانسجام والتعاون ينطلق حكيمي الان ينزل حكيمي العرضيه ناحيه سفيان مرابط يغير تماما اين تواجد الخنوس عنده الخنوس والشيبي ينضم بعد ذلك وصل التسديده الرابع يضيع يسرى قويه الوضعيه ممتازه للخنوس الاسرع مقاتل مع المدافعين كان ممكن يمرر